بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا النهاردة بطارخ الرنجة، هنعملها سلطة هتبقى جميلة جدا جدا وهتعجبكم إن شاء الله. عندي دي البطارخ مطلعاها من الرنجة. قطعت طماطم وخيار وفلفل، وعندي طحينة. شوف قطعت كده البطارخ زي ما انتم شايفين في طبق كبير او بولة اللي موجود عندك. نزلت كده بالفلفل، طماطم، الخيار، البطارخ. قلبتهم كويس مع بعض. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفرك ربي وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دي نعناع، ورق النعناع الأخضر بيدي نكهة وطعم جميل جدا في البطارخ وللسلطة. قلبته كده مع السلطة. تبارك الله ولا قوة إلا بالله. رشة زيت، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبتي لو عجبك الفيديو أتمنى منك كومنت جميل منك، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. هنا نزلت بالطحينة، قسمت السلطة نصين، نص قدمته كده والنص التاني حطيت عليه الطحينة. نزلت بالطحينة كده على سلطة البطارخ. قلبتها كويس وهنزلها في الطبق. والنص الباقي السلطة التانية قدمتها زي ما هي كده، عليها بس الليمونة وقرن فلفل كده جميل مع الجرجير الأخضر والعيش. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله. إلى اللقاء.